السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم عن تفسير التمر في المنام بوجه عام. فهو بيدل على الرزق الطيب الحلال، وطبعا بيختلف تفسير التمر في المنام باختلاف صياغة الرؤية وحالة الرأي. التمر في المنام إذا كان مدفون فهو مال مدخر لك، وإذا كان في التمر تراب فهو الرزق حلال به مشقة وتعب. وأكل العجوة في المنام للمريض شفاء. نيجي بقى نتكلم عن التمر للرجل الأعزب في المنام. إذا رأى في منامه إنه يحصل على التمر من شخص فده بيدل على حصوله على مال وبيدل على الغنى. أما إذا نال التمر في محل وظيفته أو عمله فذلك بيدل على ترقية له في عمله أو مال سيؤتيه من حيث لا يحتسب، والله أعلى وأعلم. وإذا رأى إنه يأخذ تمر أو يجنيه من نخلة فذلك زواجه من امرأة غنية ذات حسب، وإذا كان متزوج فهو مال حلال أو رزقه بمولود ذكر. وقد يدل على إنه سينال مال من أشخاص، والله أعلى وأعلم. وإذا رأى المتزوج إنه شق تمرة وميز عنها نواها فإنه سوف يرزق بولد إن شاء الله، لقوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى. وجني التمر في أوانه هو علم ينتفع به. أما إذا رأى الشخص أنه يجمع التمر في غير أوانه فهو يسمع علم ولكن لا يعمل به. أكل التمر في المنام قد يدل على الفرج وفك الكرب، لقوله عز وجل في قصة مريم وهز إليك بجذع النخلة. والتمر الجيد الرطب في المنام دليل على المال الحلال، والله أعلى وأعلم. نيجي بقى لرموز قد تدل على إن التمر في المنام غير محمود. التمر إذا رأيته فاسد في المنام إذا أكل منه فهو مال حرام. والتمر إذا وجد في التلاجة فهو مال محفوظ. وقد يكون التمر في المنام يدل على الكلام الطيب إذا أكلت منه وشعرت بحلاوته. أما إذا شعرت بطعمه فاسد فهو كلام سيء عليك. وقد يدل التمر في المنام على حلاوة الإيمان، والله أعلى وأعلم. نيجي بقى لتفسير التمر في المنام للعزباء. بيدل على الرزق الطيب إذا كانت تعمل أو تسعى لعمل، ويدل على الزواج من الزوج الصالح والحياة السعيدة الهانئة إذا كانت تنتظر زواج. أما إذا أخذت التمر من شخص لا تعرفه فقد يدل على خير قريب في عمل أو زواج، والله أعلى وأعلم. أما إذا أخذت التمر من شخص تريد الارتباط به فذلك تأكيد على زواجها منه بأمر الله. وقد يدل أخذها التمر من شخص له اسم معين فاسم الشخص ده بيضيف لها في المنام من اسمه في تفسير الرؤية، والله أعلى وأعلم. ومثال على ذلك في رؤية جاتني من بنت رأت إنها تأخذ من قريبة لها اسمها نعمة تمر وتحتفظ به لنفسها، فذلك دلالة على نعمة كبيرة سوف تصيبها، وليس شرطا أن يكون من هذه الشخصية التي رأتها في المنام، ولكن وجودها فهو رمز لمعنى الاسم نفسه. نيجي بقى لأكل التمر في المنام فهو الرزق وفك كرب إذا كانت ترجو من الله فرجا، والله أعلى وأعلم. نيجي بقى لتفسير التمر في المنام للمرأة المتزوجة. إذا رأت إنها تأكل تمر وهي تنتظر حمل فإنها سوف تبشر بولد. وإذا كانت تعاني من مشاكل مع زوجها فذلك دليل على استقرار حياتها الزوجية. وإذا رأت أن زوجها يعطيها تمرا فسوف تنال مالا من زوجها، أو سوف يصيب زوجها بمال أو سعة رزق. وبيدل التمر وجوده في بيتها على خير واكتفاء وعدم احتياج مادي، والله أعلى وأعلم. وأكل التمر للمرأة المطلقة هو عوض لها بمال أو بزوج صالح إن شاء الله. وأكل التمر للمرأة الحامل هي ولادتها بسلامة ويسر، وقد يدل على بشرى بذكر، والله أعلى وأعلم. وبكده نكون خلصنا تفسير التمر في المنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.